كتبدا الفيلم مع شاب سميتو جون كيفيق في الصباح وكيقرر ما يمشيش للمدرسه داك النهار حيت باغي يلعب في الكمبيوتر. كيلقى الام ديالو مخليه ليه رساله وكتطلب منه ينزل يشري الاكل وطلبات ديال الدار، ولكن جون كيتجاهل الرساله وكيجلس في الكمبيوتر باش يلعب مع صحابه. وفاش كان كيلعب واحد من صحابه في اللعبه كيقول لهم يحلوا التلفازه ويشوفوا الاخبار. جون كيكون عنده فضول وكيحل التلفازه وكتكون المذيعه كتهضر، ولكن فجاه الارسال كيتقطع. كيشد الهاتف ديالو وكيلاحظ ما كاين حتى شبكه. كيشوف من النافذه وكيبان ليه الناس كيجريو وهما في حاله طور، وكاينين اللي كيهجموا على بعضياتهم بلا سبب مفهوم. وكيشوف بنت كتعض الام ديالها في منظر خايب، وكيكون جون مصدوم وما فاهم والو شنو واقع، وما كاين حتى نجده واصله. ومن بعد كيسمع اصوات ديال الناس كيغوتوا في العماره ديالو. ملي كيشوف من العين السحريه ما كيلقاش حتى شي حد، فكيقرر يحل الباب. ولكن فجاه كيدخل عليه الجار ديالو، كيقول ليه الجار ان الناس برا تجنوا، والاخ ديالو دخل عليه للدار وهو تحول لزومبي وكان غادي يقتلو. وكيطلب من جون يخليه يبقى عنده شويه، ولكن جون كيرفض وكيقول ليه الا عندك مشكل عيط للشرطه. كيحاول الجار يهديه وكيقول ليه غير خليني ندخل الحمام ومن بعد غادي نمشي. كيوافق جون وكيخليه يدخل. وفي ذاك الوقت كترجع الاشاره في التلفازه وكيقولوا ان الاتصالات والارسال ماشي مستقرين، والعالم كامل ولا في حاله فوضى بسبب عدوى انتشرت مؤخرا. واللي كيتصاب بهذه العدوى كيتحول لزومبي، حيث المصابين كيوليو عنيفين بزاف وكيتغداو على لحم البشر، واي واحد يتعض من زومبي كيتحول حتى هو. ومن اعراض العدوى كاين نزيف الدم من العين وكيحس المصاب بالم كبير. كيفتكر جون الجار اللي دخل الحمام وكيمشي يجيب سكين باش يامن راسو، ولكن كيخرج الجار وهو مغطي جرح في رقبته. كيرفع عليه جون السكين والجار كيحاول يهديه وكيقول ليه غير باغي يبقى ساعه وحده. كيشوف جون الدم في يدو كيخاف بزاف، وما كيدوزش وقت طويل حتى كتبدا عين الجار كتنزف دم. ملي كيشوف راسو في المرآة كيتصدم وكيغوت وكتبدا تجيه تشنجات حتى كيتحول كامل لزومبي. كيهجم على جون باش يعضو، ولكن جون كيدفعو لبرا من الدار بسرعه وكيهاجمو بالسكين حيت كان باغي يرجع يدخل، وكيقدر يسد الباب على راسو. ملي كيشوف من العين السحريه كيلقى زومبي كبير بزاف كيهجم على الجار، ومن بعد كيسد الباب. كيتصدم جون وكيبقى ساكت باش الزومبي ما يسمعوش. ومن بعد كيشوف دم الجار داخل من تحت الباب وكيكون في قمه الرعب. كيجبد ثلاجه كبيره وكيحطها قدام باب الشقه باش يمنع اي واحد يدخل عليه، وكيمشي يغسل وجهه. يمكن هذا الشيء غير حلم، ولكن كيكتشف راه فايق وهذا الشيء حقيقي. كيحاول يتصل بالاخت ديالو ولكن الشبكه خايبه. ومن بعد كتوصلوا رساله من الاخت وكتقول ليه ما تقلقش علينا انا والام بخير، ما تحلش باب الدار نهائيا، وحاول تاكد ان الاكل اللي عندك كافي لك. كيمشي جون كيشوف تصويره د العائله ديالو وكيتمنى يبقاو في امان. ومن بعد كيشوف جميع الاكل اللي في الدار وكيكتشف ان الكميه اللي بقات قليله بزاف، وكيقول يا ريت سمعت كلام الام ونزلت شريت الاكل. كيمشي وكينعس فوق الكنبه. وفي تاني نهار كيسمع في الاخبار ان العدوى تزادت وكاينين بزاف ديال الناس تحولوا لزومبي. وكيبان المذيع كيسول دكتوره وكيقول لها شنو الحل. كتجاوبوا ان الزومبي عنده عنف وتطرف كبير، وخاص كل واحد يدير الحذر ديالو ويسد على راسه مزيان ويخزن الاكل اللي غيكفيه لمده شهرين، وممنوع يخرج من الدار حتى يبان شنو غادي يوقع. كيشوف جون في الهاتف ديالو ناس حاطين صور وكاتبين فين ساكنين وكيطلبوا المساعده من الجيش والشرطه، فكيقرر يدير بحالهم. كياخد صويره ديالو وهو كاتب سميتو والعنوان ديال الدار في ورقه وكيطلعها في الانترنت وكيطلب المساعده. ومن بعد كيشوف فيديو ديال واحد خارج من النافذه ديالو بالهاتف ورافعه الفوق باش يلقط الشبكه، وفعلا الراجل شد الشبكه ولكن من بعد طاح حيت فقد التوازن. كتجي لجون فكره من هادشي، كيمشي كيخرج درون وكيلصق فيها الهاتف ديالو وكيوصلها بالنظارات وكيتحكم فيها. كيخليها تطير في الجو وكيشوف العماير والناس اللي تحولوا لزومبي، ومن بعد كيطلعها الفوق باش يلقد الشبكه. وفعلا الفكره كتنجح وكيشد الشبكه. كيحاول جون يتصل ولكن لسوء الحظ جون كيسالي الشحن وكتطيح هي والهاتف. كيدخل في حالة يأس وكيجلس في الكمبيوتر وكيحاول يلعب شوية باش يدوز الوقت، ولكن ما كيقدرش يكمل بسبب مشاكل الشبكة. وفي الليل كيسمع أصوات جاية من الشارع. كيمشي يشوف من النافذة وفجأة كتدوز رصاصة قريبة ليه. كيبان أن كاينة شرطية كتحاول تقتل الزومبي وتهرب، ولكن العدد ديالهم كبير وكتخاف حيث الذخيرة ديالها قريبة تسالي. كتحاول تعمر المسدس بسرعة ولكن ما كتقدرش تقتلهم كاملين. كيهجموا عليها الزومبي وكتقرر تنتحر ولكن ما كتقدرش، وكيطيحوا منها المسدس وكيطيحوها في الأرض. جون كيشوف داك الشي كامل وكان باغي ياخد المسدس باش يدافع على راسه،
ومن بعد كيسمع صوت ديال شي حد كيدق بقوة في باب الشقة، كياخد مضرب وكيحضر راسو، ومن قوة الدق الثلاجة كتحل وكتحرك من بلاصتها، وكيبان من موراها واحد الزومبي. كيخاف جون وكيحاول يزق الثلاجة باش يمنعهم يدخلوا، ولكن كيعرف أنه ما غاديش يقدر. كيجري يشوف من النافذة وكتجيه فكرة، كيجري وكينقز، والزومبي كيجري وراه وكينقز حتى هو، ولكن كيبان أن جون في بلاصة آمنة. كيشوف الزومبي اللي طاح وكيلاقاه مات، وكيحس بشوية ديال الراحة. كيشوف من بعيد حشد كبير ديال الزومبي، وكيبان حتى داك الشرطية اللي تحولت وسطهم. كيمشي جون وكيسد باب الشقة ديالو مزيان بالمسامير باش يمنع أي واحد يقتحم عليه الدار. وكيبان جون أن الأكل اللي كان عنده كامل طاح من الثلاجة بسبب الزومبي، وكيحس بإحباط كبير حيت داكشي هو اللي كان باقي ليه. كياخد طابليت ديالو كيصور فيديو كيقول هذا تاني نهار ليا وانا محبوس في الدار وما عرفش كيفاش نتصرف ولا شنو ندير، وحس براسي معجزة أني مازال عايش. ومن بعد ما دازو 7 أيام على العدوى، كيقرر جون يخرج قرعة الكحول ديال الأب ديالو، وكيضطر يشرب منها حيت ما بقى حتى حاجة يشربها في الدار. وكيبان باللي سد النافذة ديالو كاملة باش ما يشوفوهش الزومبي، وكيجلس كيتفرج في الأخبار اللي كتوري مشاهد ديال الزومبي اللي عامرين الزنقة. ومن بعد كيمشي يطيب اندومي وكياكلها، كيطيح التليكوموند وكيضرب في قرعة ديال الماء وكيطيح الماء. كيتقلق جون حيت الماء مقطوع، وداك اللي كان عنده هو الاخر وكان خاصو يحافظ عليه. كيندم وكيضطر يشرب الماء من الارض. ومع ذلك ما عمر جون خرج من الدار، مع انه كان باغي ينزل يجيب المسدس ديال الشرطيه. مني كيشعل التلفازه كيلقى نفس الاخبار، والو تبدل، والبلاد ما لقاتش الحل، والمذيعين كيطلبوا من الناس يبقاو في ديورهم. وكدوز الايام بلا حتى جديد، وكيولي جون كيشرب من الكحول ديال الاب ديالو وكيبقى كيرقص. كيتخيل العائله ديالو داخله عليه، ومني كيشوف الام كيرمي راسو في حضنها، ولكن من بعد كيفيق وكيعرف انها غير هلاوس. كيبدا كيبكي على الحال اللي فيها وكيحس بالدوخه بسبب قله الماء. وفجاه كتوصلو رساله صوتيه من الام ديالو. كيحاول يلقط الشبكه باش يسمعها حيت وحشته بزاف وباغي يطمن عليها. كيخرج من النافذه باش يلقط الشبكه ويعيط ليها، وفعلا كتنجح المحاوله. كتجاوبوا الام وكتقول ليه حنا في الشركه ديال الاب ديالك. ولكن فجاه كيدخلوا الزومبي للشركه، وجون كيسمعهم كيصرخوا، والزومبي كيهجموا عليهم وكيقتلوهم. كيبدا جون كيبكي على الحال اللي فيها وكيكون في قمه الغضب. كيبدا يكسر في الدار حتى التلفازه كيكسروا، وكيقرب يتجنن. كيخرج من الشقه ديالو وكيقتل الزومبي اللي برا، وكيبكى كيغوت وهو منهار. وكيشوف الجار ديالو طايح في الارض وكياكل من جثه ديال واحد. الجار كيبدا يقرب ليه، وجون كيغوت فيه وكيقول ليه يبعد. وبسبب الصوت العالي ديالو الزومبي كيسمعوه وكيقربوا ليه. كيجري بسرعه باش يركب الاسانسور، ولكن كيلقى فيه زومبي. كيجري وكيتخبى منهم وكيحبس النفس ديالو باش ما يسمعوهش. من بعد كيتسلل بشويه وكيرجع للشقه ديالو، ولكن الزومبي كيسمعوه وهو كيسد الباب وكيحاولوا يحلوه. كيقاوم جون وكيبقى شاد في المقبض حتى كيمشيو الزومبي. ومن بعد 20 يوم كيكون سالح حتى الكحول، وكيشوف من عنده محطات ديال الضوء كتفجر، وكيقطع الضوء في العماره ديالو. كيفقد الامل وكيحس باحباط واكتئاب. كان باغي يصور فيديو ولكن ما قدرش يهضر حتى كلمه من الحاله اللي فيها. كيقرر ينتحر ويتهنى من العذاب النفسي. كيلف الحبل على عنقو كيستسلم وكيحاول يشنق راسو، ولكن فجأة كيضوي عليه ليزر من العمارة اللي مقابلة ليه، وكيبان بالليزر كلمة لا. وهنا جون كيتراجع على فكرة الانتحار. قدامه واحدة ساكنة في العمارة اللي قدامه اسمها كيم، وكانت كتنور ليه بالليزر باش تمنعه من الانتحار، وكتشير ليه على كلمات في اللوحة باش تواصل معه، وكتطلب منه ما يتكلمش باش الزومبي ما يسمعوش. اتفقوا يتواصلوا بلغة الإشارة، وكيم قالت ليه أنت غبي باش تفكر في الانتحار. اتفقوا يطلعوا في الشباك باش يقابلوا بعضهم الساعة 7 الصباح، وقفلوا أبواب الشباك. وجون فرح حيت لقى حد عايش ورجع ليه الامل. من بعد مشينا عند كيم في دارها وشفناها مجهزه فخ في الباب وكتوجد اسلحه لنفسها، وكان عندها الاكل الكافي. ثاني يوم الصبح جون كيصحي وكيكتشف انه تاخر على كيم وصحى الساعه 11. خرج بقاها مش موجوده، وكيم شافته وتاكدت ان الدنيا امان. طلعت ليه وكتقول لي انت تاخرت على الميعاد اللي اتفقنا عليه. جون تاسف لها وتعرفوا على بعض. بعدها كيم شافت ان زومبي يدخل للدار ديالها، واتفقوا مع جون يطلعوا في الشباك الساعه 7 الصباح. كيم رجعت للدار وشافت الزومبي اللي اقتحم الدار مثل الفخ اللي هي دارته، وهي ماسكه الشاكوش وقتلته. بالليل كانت الدنيا كتمطر، وجون وكيم استغلوا الفرصه وطلعوا كل الكبايات والاضواء في الدار باش يجمعوا المية. ثاني يوم جون طلع لكيم في الشباك الساعه 7، وبان عليه انه جعان بزاف، وهي فهمت وقررت تبعت له الاكل.
حاولت تحدف ليه كرة باش يعملوا حبل بينهم، لكن الخطة فشلت حيث المسافة بعيدة. جون طلع طيارة درون ثانية اللي عنده وربط فيها الحبل، وبكده وصل الحبل من عنده لعند كيم، وكيم قدرت توصل شنطة فيها أكل لجون. جون فرح بزاف بالأكل وشكرها، لكن لاحظ كارثة في الزنقة. واحد من الزومبي ماسك الحبل اللي هي رميته في الزنقة وشد الحبل بقوة وكي سحب الترابيزة ووقع كيم، والترابيزة اللي فيها الحبل تعلقت قدام السور. الزومبي استغل الموقف وتسلق بالحبل، وكيم كانت فاقدة الوعي. جون حاول يتصرف بأي شكل وفضل يحدف الزومبي بالأزايز، لكن الأزايز ما وصلتش والزومبي مكمل طريقه. جون بعث الطيارة درون ليه وخلاها تحون عليه بيها باش يشتت الزومبي. في نفس الوقت كان عدد كبير من الزومبي يحاولوا يقتحموا الدار ديال جون، والزومبي الثاني مسك الطيارة في يده وكان خلاص داخل شقة كيم، لكنها فاقت وقطعت يده وقتلته، وكل الزومبي اللي تحت كيبقاو كيصرخوا عليها. جون كيلف البلاستر على رجليه باش ما يطلعش الصوت، وكيخرج من الشقة ومعاه عصاية، وكيشوف جثة جاره على الأرض، وكياخد مفاتيح الشقة دياله وكيدخل شقة الجار، وكيحاول يفتح الثلاجة ويجمع كل الأكل اللي يقدر عليه. كيلقى جثة نايمة في الأوضة وكيدخلها وكيلقى جهازين لاسلكي وكياخدهم ويتأكد الجثة هذه ميتة. فجأة زومبي كيهجم عليه من ورا، وجون كيتحمى في الجثة الميتة وكيطلع يجري وكيفلت بجلده. وبعد ما رجع لشقته تاني بسلام، جون كيستمتع بالأكل اللي جاب من شقة جارو، وكيبعت شوية من الأكل وجهاز اللاسلكي لكيم. تاني نهار كيتواصلوا سوا عبر الجهاز اللاسلكي، وجون كان فرحان حيت أخيرا قادر يتكلم مع حد. وكيم كتشكرو على الأكل اللي بعتو وكتقول له أنا كلت الأكل كامل. هو كيقول لها أنا اللي خاصني نشكرك حيت أنقذتي حياتي. هي كتجاوبو أنا ما أنقذتش حياتك، أنت اللي كنتي باغي تعيش ولقيتيني سبب تعيش. بعدين جون كيقول لها على أي حال لو كنت مت. وبعدين كيغيروا الموضوع وكيعملوا الأكل سوا وكيبقاو كيهضروا طول النهار وكيعرفوا بعضهم أكتر. كيم كتقول جون أنها كتخاف من الأماكن العليا، وجون كيستغرب كيفاش وحدة قاطعة إيد زومبي تبقى كتخاف من الأماكن العليا. هي كتجاوبو أنا كنعتبر هاد الزومبي ماشي بشر، فكان ساهل عليا نقطع إيدو. من بعد الاثنين كيسمعوا صوت المطر وكيفرحوا باش يلموا الماء، ولكن كيتضح لهم أن الصوت ماشي المطر بل حشد كبير من الزومبي كيجريو بسرعة وكيقصفوا العماير. جون وكيم كيقعدوا على الأرض ويحاولوا ما يطلعوش أي صوت، ولكن بالغلط كتطيح الترابيزة والزومبي كيسمعوها وكيقربوا من شقة كيم. هي كتقلق وكتبعت لجون بالكارثة اللي صرات لها، وجون بالطبع كيقرر يساعدها وكيعيط على تليفون شقة أخرى في عمارة كيم. وبهذه الطريقة الزومبي كيتجهوا للضوضاء وما كيقتحموش شقة كيم. من بعد الاثنين كيتفقوا يخرجوا للزنقة ويبعدوا على الزومبي ويقلبوا على بلاصة أمان، وكيم كتأكد لجون أن الدور الثامن في عمارتها آمن وما فيش زومبي، وهي كتقول له أنا راقبت هالطابق أكثر من يوم وما شفت فيه حتى زومبي. كيم قررت تخاطر بحياتها وتهبط هي الأولى، وربطت راسها بحبل ونطات من الشباك ديالها، وولات كتضرب أي زومبي كيوقف قدامها، وكتستعمل الأسلحة ديالها باش تخلص منهم. بالرغم من العدد الكبير ديالهم هي قدرت تتعامل معهم، وجون كان منباهر بها. قدرت توصل للمسدس اللي كان طايح في الأرض وكان زومبي غادي يهجم عليها، ولكن جون تدخل وهبط هو حتى هو، وبداو كيقاتلوا الزومبي بجوج وقتلوهم ونجاو. دخلوا للشقة ديالهم هاد المرة وسدوا الباب، ولكن الزجاج ما كانش غادي يتحمل بزاف والزومبي كسروا جوج منه. البطلين بجوج ركبوا لاسانسور وارتاحوا فيه شويه حيت كانوا في الامان، وطلعوا للطابق الثامن وتفقدوا البلاصه وما كان حتى اثر لاي زومبي، وحاولوا يحلوا اي باب ديال شي شقه ولكن كاملين كانوا مسدودين. فجاه شافوا زومبي جاي وراهم، ومن بعد ثواني جا جيش كبير ديال الزومبي وراهم. جون طيح باب حديد في الطريق باش يبطئهم شويه وضرب فيهم حتى قدر يحل واحد الشقه، وكان شي واحد كيشدها من الداخل ورمى قنبله الدخان ونادى على جون باش يدخل، وجون دخل معاه ولقاو شويه ديال الامان. كيم كانت خايفه من داك الراجل، وسانغ قال ليها انتي خاصك تشكريني. هي تعجبات وقالت انا كنت متاكده ما كاين حتى حد في الدور الثامن، وسانغ جاوب حتى انا كنت كنظن راسي بوحدي اللي باقي حي في المنطقه. قدم ليهم الماء والماكله وهي ما كانتش مرتاحه ليه، ولكن من بعد ما شربوا من نفس الماء ارتاحت شويه. قال لهم ياكلوا داك الماكله حتى يجي فريق الانقاذ، وهما فرحوا حيت كاين فريق انقاذ جاي، وجون حضن كيم وحس بالامل. ولكن من بعد دقائق جون فقد الوعي، وسانغ استغل الفرصه وخطط لهم بمكيده. كيم حاولت تتصرف ولكن سانغ جرها الارض ودخلها لواحد الاوضه وربطها وسد عليها. حداها كان زومبي مربوط، وبان ان الزومبي هذا مريض سانغ وكان باغيها تغدى على اي واحد بشري. كيم حاولت تعيط، وجون فاق ورفع المسدس على سانغ وقال انت شخص متوحش، وسانغ قال انا كنحاول ننقذ مراتي من الموت، وخلى الحبل. جون جرى باش يشد ويسحب الزومبي بعيد على كيم، وسانغ حاول يخرج سكينه ويهدد جون باش يخلي مراته تاكل كيم،
ولكن الحبل فلت من يده، وكيم صرخت. سانك طاح في الارض، وكيم حبسات الصراخ وخرجت مسدسها وطلقت عليهم وقتلاتهم هما والزومبي اللي حداهم. فجأة سمعوا صوت الزومبي قريب وحسوا بالياس وظنوا أن النهاية قربت. كيم عطات المسدس لجون وطلبت منه يطلق النار، ومن بعد ما فكر سمع كلامها، وكيم كانت متوترة. وفجأة سمعوا صوت طيارات هليكوبتر وشافوهم من الشباك، فجريوا للسطح باش الطيارات يقدروا يشوفوهم. وكيبداو يضربوا قنابل دخان وكيضربوا في الزومبي وكيشقوا طريقهم من السطح وكيضربوا اي زومبي كيعترض طريقهم. وفاش هما طالعين في الطرج كيضرب كيم وجون، كيدخل وكينقذ كيم وكيحاول يوقفهم بالعجله، وكيامر كيم طلع توقف الطياره. هي فعلا كتطلع للسطح ولكن الطياره كانت مشات. جون كيطلع وراه وكيسد الباب من وراه وكيكسب شويه ديال الوقت، وكيتصدم اللي كيعرف انه الطياره مشات، وكيبقى كيغوت وكيطلب المساعده من اي واحد، وكيستوعبوا باللي هذه هي النهايه. والزومبي كيكسروا الباب وكيجريو ناحيتهم. جون كيقتل جوج منهم بالمسدس، ولكن الرصاص اللي معاه كيسالي. فجاه كتبان طياره ديال الجيش، والجنود كيطلقوا النار على الزومبي وكيقتلوهم كاملين واحد ورا واحد. جون وكيم كيركبوا معاهم، والطياره كتاخذهم وكتطير بعيد. وبهذا ابطالنا عاشوا بمعجزه. وكيسمعوا في الراديو باللي كاين اكثر من 50,000 مصاب في المدينه، والمدينه عامره بالسكان، وكيبان باللي الجيش عرف بلاصه جون من خلال التصويره اللي هبطها. وهنا نكون وصلنا نهايه الحلقه.